ازيكم يا حلوين؟ بصوا بقى صينية الفراخ دي من كتر جمالها ولذاذتها، لو جربتوها حقيقي مش هتبطلوا تعملوها. هتنسوا بقى سلق الفراخ وتحمير الفراخ وكل الطرق التقليدية اللي بنعمل بيها الفراخ، ومش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي. جوسي وفيها صوص خطير ومستوية، دي دايبة كمان مش مستوية بس. والصوص النازل منها بقى ده نحطه على الرز الابيض كده، حاجة وهم طعمها يجنن. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي. انا جايبه فرخه مقطعها 8 قطع، يعني كل ربع قطعيه 2 قطع صغيره زي ما احنا شايفين كده، وطبعا مغسوله كويس جدا. مش هتبلها باي حاجه غير نص معلقه صغيره فلفل اسود زي ما احنا شايفين كده. انزلي عليها بالفلفل الاسود وتبليها كويس بيه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وبعدين بقى تعالي معايا اقولك هنعمل فيها ايه. حطي بقى طاسه على النار او صينيه، انزلي فيها بمكعب زبده كبير كده ونقطتين 3 زيت عشان بس الزبده ما تتحرقش. اول ما تبدا تسخن انزلي بقى عليها بالفراخ بالمنظر ده وسيبيها لحد ما تاخد اللون الذهبي، تاخد لون كويس جدا زي ما احنا شايفين، تتحمر بمعنى اصح، الوش بتاعها يتحمر. اول ما تتحمر اقلبيها بقى على الوش التاني بالمنظر ده، وبعدين ارفعيها من الزبده. انزلي بقى في نفس الزبده بصلتين كبار حلوين كده مقطعينهم جوليان او جوانح زي ما بتسموه، وقلبيهم بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده لحد ما البصل يدبل معانا كده زي ما احنا شايفين. انزلي عليه بقى بمعلقتين صغيرين سكر وقلبيهم وسيبيهم يتكرملوا. مش هتاخد تقريبا 3-4 دقايق على بعض، هدي النار عليهم خالص. شايفه شكله عامل ازاي؟ تعالي بقى نعمل الميكس ده. مكعب مرقه وقطعيه كسريه بايدك كده، وانزلي عليه بمعلقه ممسوحه من الدقيق وشويه ميه عاديه خالص من الحنفيه عشان الدقيق ما يكلكعش. بعد كده انزلي عليها بكوبايتين ميه مغليه. لو عندك شوربه هنستغنى عن الميه ومكعب المرقه، خدي كوبايتين شوربه مع معلقه الدقيق. قلبيهم بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده نزليهم على الخليط بتاع البصل والسكر. شايفه شكل البصل بعد ما اتكرمل عامل ازاي؟ ريحته فظيعه. انزلي عليه بقى بخليط الشوربه والدقيق ده وقلبيهم مع بعض كويس جدا. وملحي بقى، مش هتلاقيها محتاجه ملح كتير طبعا عشان احنا حاطين مرقه. وبعد كده انزلي بالفراخ اللي احنا حمرناها، وزعيها بقى وقلبيها كويس مع الصوص بالمنظر ده كده، وغطيها على نار هاديه هتاخد ربع ساعه. اول ما تفتحي عليها هتلاقيها مش استوت، اتهرت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. انزلي عليها بقى برشه بقدونس حلوه كده تدي منظر حلو، بتدي خلي طعمها تحفه. بصي بقى شكلها عامل ازاي، ريحتها حلوه جدا، ريحه السكر مع الزبده فظيعه. شكل الصينيه اصلا بيتكلم. اغري فيها بقى في طبق. بصي الصوص بتاعها عامل ازاي. انا عملت معاها رز ابيض، بصي شكلها. السوا بقى دايبه يا جماعه، ما سلقناهاش، ما عملناش فيها اي حاجه، ما خدتش على النار 10 دقايق. طعمها يجنن، الصوص اللي نازل منها ده حلو قوي مع الرز. جربوا الطريقه دي وصدقوني مش هتبطلوا تعملوها خالص. واعملوا لايك وشير للوصفه وفولو عشان ينزل لكم كل حاجه بنزلها. والف هنا وشفا.